يا مساء الفل على بتوع الكوره وماتش الاهلي والترجي وعلقه محترمه في رادس بالثلاثه. يعني كولر هكر الكوره وقتل المنافسه في الدوري وخلصوا بدري، انما كمان هتخلينا نلعب دوري الابطال من ماتش واحد ذهاب بس. في حاجات كتير قوي ترجع لكولر حابب اتكلم عنها، مش هتاخد حقها في وسط المكسب والاحتفالات بتاعتنا. يعني اولا حاجه اول مره تحصل تقريبا في الاهلي من فتره كبيره هي ثبات مستوى اللعيبه بشكل متميز جدا. عندك هاني، عندك عبد المنعم، ياسر، معلول، الشناوي، مروان عطيه، لعيبه كتير، كل اللعيبه تقريبا في التوب فورم بتاعها. ثانيا الفرصه اللي كل اللعيبه واخدينها تقريبا، يعني كل ماتش لازم نشوف كهربا ولازم نشوف شريف، لازم نشوف هاني وخالد عبد الفتاح، كل لعيبه نص الملعب بتلعب، كل الاجنحه اللي عندنا بتلعب. فدي ميزه جامده جدا ان لعيبتك كلها رجلها في الملعب وفي حاله تنافسيه حلوه. نقطه كمان وهي قوه خط دفاعنا، خصوصا من بعد ماتش سان داونز، كأن خط الدفاع ده اتبدل وجبت خط دفاع تاني بقى قوي جدا. انا تقريبا مش فاكر ان دخل فينا جوان من بعد ماتش سان داونز غير جون واحد بتاع ماتش بيراميدز. تخيل الفتره دي كلها ما يدخلش فيك جوان، او لو في جون انا مش متذكره، بس خط الدفاع في فرق جامد حاصل فيه وبنطلع بكلين شيت كتير سواء جوه الارض او بره الارض. نقطه كمان خاصه بالهجوم بتاع الفريق، ما بقاش فيه ماتش بيطلع غير واحنا بنسجل. يعني انا مش فاكر امتى اخر مره ما سجلناش جوان، ولو رجعنا من فتره كنا بنلعب في كاس العالم وسجلت قصاد ريال مدريد، سجلت قصاد فلامينجو. فتقريبا معدل الهجوم بتاع الاهلي مع كولر اختلف تماما عن قبل كده. اعتراضي النهارده بس رغم السكور الكبير اللي كسبنا بيه على حاجتين، ان انت ما استغلتش ان الجون ده تقريبا ابيض يا ورد، فما شطناش عليه كتير، كنت ممكن توسع السكور، خصوصا بعد جون بيرسي تاو اكد لي ان الجون ده شفاف. النقطه الثانيه انك كان في ايدك تديهم سكور محترم ويبقى ماتش للتاريخ، وده هيدخلنا للحالات. اول كره انفراد تام لكهربا اللي بيلعب برجله اليمين، اللي لوحده تماما عنده يحطها في الضيقه او في البعيده او يحطها لوب او يلم في الصحراء اللي عنده دي، سواء كده او كده، واي قرار كان هياخده الجول ما كانش هيصدها اساسا. لكن كهربا قرر يشوطها بالشمال ليه ما اعرفش. وقبل ما ندخل في الحاله الثانيه حابب اشيد بحسين الشحات في لقطه الجون الثالث والسهوله اللي قدمها لنا في الجون ده، ودي رساله لكل اللعيبه، مفيش اجمل من اللعبه السهله، والله هتطلع احلى من الفردي اللي هتعمله وهتكون ايجابيه ومفيده للفريق اكتر. وده ياخدنا للقطه كابتن طاهر واحنا في حاله زياده عدديه وعنده القندوسي بيرقص لوحده تقريبا عند ال 18، لكن الراجل فكر في نفسه بكل عقم بصراحه، فما راحتش في الجول اساسا وتضيع علينا بسبب مهارته الفرديه الفذه. نفس الكلام احمد عبد القادر، السهل اهي قدامه انفراد تام وجول مؤكد 100%، لكن ازاي لازم اعمل حركه الاول عشان تضيع برضو علينا وتضيع علينا نتيجة تاريخية. وحابب اختم بلقطة بتفرق معايا قوي، وهي جودة عبد المنعم في الخروج بالكورة. الكورة دي بنسبة 99% من المدافعين بيرجعوها للجون، طبعا الجون بيشتت وراحت الكورة على كده، لكن عبد المنعم بفنت بسيط بص هيضرب ضغط كام لعيب ويمشي معلول بوشه. وسؤال الحلقة، حاسس بنسبة كام ان البطولة دي بتاعت الاهلي، وثقتك في كولر بقت عاملة ازاي بعد اللي بيقدمه معانا طول الفترة الأخيرة؟ لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات رأيكم، واعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير، واشوفكم الحلقة الجاية على خير.